قصتنا النهاردة بتتكلم عن كونو اللي عمه أجبره يدخل مدرسة داخلية للأولاد فقط من غير ما يقوله السبب. ده كمان نقله في نص العام الدراسي كأنه مستعجل جدا علشان يخلص من كونو. وفعلا كونو وصل لمدرسته الجديدة اللي معروفة بقوانينها الصارمة والغريبة، مدرسة للأولاد فقط وممنوع أي بنت تدخل المدرسة مهما حصل. ولكن فجأة ومن دون أي إنذار بتظهر بنت زي القمر قدامه وشكلها عامل زي الأميرات بالظبط، وبتقعد الأميرة دي بصاله شوية وكونو بيحس بالحب من أول نظرة. وفجأة شخص مجهول بينادي على الأميرة دي، وهي أول ما بتسمع صوته بتجري وتهرب على طول. ولما كونو بيدخل المدرسة بيلاقيها كئيبة جدا وروحها وحشة لأنها من دون بنات والأولاد فيها مكشرين طول الوقت. ولكن البنت اللي شافها عند مدخل المدرسة كانت شغلة تفكيره تماما ونفسه يعرف هي مين بالظبط ووصلت للمدرسة ازاي أصلا. ولما كونو بيسأل الأستاذ بتاعه عن وجود بنات في المكان بيرد عليه وبيقول له مستحيل، مفيش بنت تقدر تدخل هنا أصلا. وكونو بيقنع نفسه إن هي كانت تهيؤات وخلاص. وبيبدأ الأستاذ إنه يقدم الطالب الجديد كونو للفصل بتاعه، وبيقوم رئيس الفصل علشان يعرف نفسه لكونو، وبيكون شاب طيب جدا وشكله مريح نفسيا. ولما بيقعد كونو على الكرسي بتاعه بيسلم عليه زميله شيهو وبيرحب بيه. الغريب بقى إن شيهو ده عامل زي البنات بالظبط في كل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي تميز إن هو ولد هي بدلة المدرسة الرجالية بتاعته. كل ده كوم وبصات شباب الفصل ده كوم تاني خالص. وبعد ما بيخلص الدرس بيروح رئيس الفصل ويتكلم مع كونو وبيقوله تعالى فرجك على المدرسة وأعزمك على وجبة الغداء. وفي الطريق بيلاحظ كونو باهتمام الطلاب برئيس الفصل وتقديسهم الكبير ليه كأنه مدير المدرسة مثلا. وكونو مش فاهم أي حاجة خالص، وليه الطلاب أوفر كده مع الولد ده. وأخيرا بيخلص اليوم الدراسي في المدرسة المجنونة دي، وشيهو بيعرض على كونو إنه ياخده للسكن بتاع المدرسة. وهناك بيقابله رئيس السكن وبيتكلم مع شيهو وبيقوله إن كونو هيسكن في الغرفة بي بسبب شكله. ثواني كده، غرفة ايه دي اللي بتوزع الطلاب على حسب اشكالهم؟ كونو عمره ما شاف مدرسة اغرب من المدرسة دي في حياته كلها. وفعلا بيروحوا كلهم يخبطوا على الغرفة بي الغريبة دي. ولما الشخص اللي جوه بيفتح الباب كونو على طول بيعرف ملامح الشخص ده. ايوه، دي الاميرة المجهولة اللي كونو شافها قبل كده واقفة عند المدرسة، بس بقت راجل. لا ده كده دماغ كونو ضربت خالص ومحتاج تفسير طويل للي بيحصل ده. وهنا بيقعدوا كلهم علشان يتكلموا ويفهموا كونو نظام المدرسة بتاعهم ماشي ازاي. وبيبدأ رئيس السكن انه يقول لكونو انه مدارس الولاد عادة ما بتكون مملة وكئيبة بسبب ان مفيش بنات موجودة معاهم خالص. علشان كده المدرسة دي قررت تفرض قانون جديد على اجمل الاولاد اللي بيلتحقوا بالمدرسة وبيجبروهم انهم يلبسوا كبنات علشان يكسروا الملل عند بقية الطلاب. واللي شفتوه طالع من باب الغرفة بي ده هو المرشح الاول الطالب ميكو، والمرشح التاني هو الطالب شيهو، والطالب اللي بيقع عليه الاختيار بيسموه أميرة المدرسة. بس ميكو بيكون رافض الفكرة دي تماما ومش عايز يلبس كبنت قدام بقية الطلاب علشان الموضوع محرج جدا. بس للأسف هو لو ما عملش كده هيخسر كل حقوقه المدرسية كدرجات وسكن، وهيكون صعب عليه انه يتخرج وياخد الثانوية العامة من المدرسة دي. كونو طبعا بيتخض جدا من القانون الغريب ده وبيقول الحمد لله اني ماليش دعوة بالموضوع ده اصلا. وهنا كلهم بيصدموه بيقولوا له انه انت المرشح الثالث علشان كده انت هتسكن في الغرفة بي، وبي اختصارها برنسس يعني غرفة الأميرة. لا مستحيل، كونو مش هيوافق على حاجة زي دي أبدا ومش هيعمل كده نهائي. بس لو الطلاب كلهم صوتوا ليه مش هيكون في أي حل تاني غير إنه يقبل بالوظيفة دي. واليوم اللي بعده كونو بيزعق جامد جدا لرئيس الفصل علشان ما قالوش قبل كده بحوار الأميرة ده، وإنه لازم يساعده يطلع من الورطة دي فورا لأنه مش عايز يلبس كبنت لبقية حياته الثانوية. ورئيس الفصل بيوعده إنه يلاقي له طريقة يساعده بيها علشان الطلاب ما يصوتوش ليه. وكونو بيكون مبسوط جدا بكلام رئيس الفصل لأنه أكيد هو عارف هيعمل إيه علشان يطلعه من الورطة دي. وفي نفس اليوم الدراسي بيجي طالب من سنة تالتة وبيقول له كونو وشيهو إن رئيس الاتحاد عايز يشوفهم في اجتماع سري جدا بعد المدرسة. وقبل ما يدخلوا غرفة الاتحاد بيلاقوا ميكو في وشهم وجاله نفس الدعوة لغرفة الاتحاد. وبيدخلوا كلهم على طول للغرفة وبيقابلوا رئيس اتحاد الطلبة اللي بيكون شكله مرعب جدا وصارم لأبعد الحدود، وكونو بيكون خايف منه قوي. وبيبدأ يعرف كونو على أعضاء الاتحاد
وبيقول إن زملائك شيهو وميكو عارفيني من الاجتماعات السابقة. وبيبدأ رئيس الاتحاد يدخل في الموضوع على طول وبيكلموا أكتر عن اختيار الأميرة بتاعت المدرسة بتاعتهم. الموضوع ده ليه شروط معينة زي الوسامة، ولازم الأميرة تكون من الصف الأول لأنهم عندهم وقت فراغ أكبر من الصفوف التانية. ومهام الأميرة كالآتي: تلبس ملابس جميلة وتطول شعرها وتشجع الطلاب على الدراسة وتهتف في جميع أنواع المهرجانات الدراسية. وفي المقابل أميرة المدرسة هتحصل على صلاحيات كتيرة جدا، منها التغيب على الفصل أو التأخر بدون خصم درجات، وقسائم غداء مجانية طول السنة، وتوفير كل حاجات الدراسة سواء من دفاتر أو ملابس رياضية من أفخم الأنواع، ده غير مرتب شهري مجزي جدا. وكونه لما بيسمع كده ما بيكونش مصدق نفسه، لأنه لو قبل إنه يكون أميرة حياته السنوية هتكون أحلى حاجة تمر عليه في الدنيا كلها. وعلى طول من دون تفكير كونه بيوافق على العرض فوراً. ولكن ميكو بيزعقله وبيتضايق جدا وبيقوله عايز تخسر رجولتك وهيبتك كراجل عشان شوية صلاحيات في المدرسة؟ وكونه بيقوله أيوة أنا طالب مكافح وهحتاج الصلاحيات دي علشان أعيش أجمل أيام حياتي في الثانوية. وبعدين أنت متضايق قوي كده ليه يعني؟ شيهو بيقول لكونه إن ميكو متضايق علشان عنده حبيبة ومش عايزها تشوفه وهو لابس بنت أبدا. وبيسكتهم الرئيس وبيقول لهم إن الطلاب هم اللي هيختاروا الأميرة بتاعتهم. الشخص اللي هيحصل على أكبر نسبة تصويت هو اللي هيكون الأميرة. وخلص الكلام على كده. وبتطلع نتائج التصويت بالتعادل بين شيهو وكونو وميكو، وده معناه إن التلاتة هيكونوا أميرات في نفس الوقت. وبعدها بيروحوا هما التلاتة لغرفة الاقتصاد المنزلي علشان يقابلوا الشخص المسؤول عن لبسهم واللي هيظبطهم في كل حاجة قبل أي مهرجان أو احتفال في المدرسة. ولما بياخدوا الفساتين من مصمم الأزياء بيروحوا عند رئيس الاتحاد اللي بيبارك لهم هما التلاتة على الفوز، وبيقول لهم إن النهاردة في حفلة خاصة هتقام علشانكم مخصوص، ودي هتكون أول مهمة ليكم ولازم تستعدوا للحفلة بتاعة النهاردة. وفعلا بتتجمع الطلاب كلها على المسرح علشان يشوفوا الأميرات الجدد لأول مرة، وبينزلوا الأميرات كلهم من فوق على المسرح علشان يحيوا الطلاب. وميكو بيكون متضايق جدا من كل اللي بيحصل ده، بس بيضطر يكمل عشان ما يخسرش كل حاجة في المدرسة دي. ولما بتخلص الحفلة رئيس الاتحاد بيبلغ الأميرات إنهم لازم يروحوا ويشجعوا جميع نوادي المدرسة بمجموع 15 نادي لرفع معنويات المتسابقين، ولو واحد منهم ما جاش للتشجيع كل الصلاحيات بتاعت الأميرات هتتسحب منهم فورا وهيخسروا درجات أعمال السنة كمان. يعني لازم كل الأميرات تروح تشجع. بس المشكلة إن المسابقات دي بتقام خارج المدرسة بين فريقين، يعني الأميرات كده هيضطروا يخرجوا للناس بره ويشوفوهم بالشكل ده. طبعا ميكو بيكون مش موافق أبدا وبيقول خلاص كده طز في أعمال السنة وطز في الصلاحيات كلها وطز في المدرسة أصلا. أنا مش هطلع بره المدرسة وأنا لابس بنت أبدا. ولكن شيهو بيتضايق جدا منه وبيقول له بطل أنانية لأن كلنا سوا في الخسارة دي مش انت لوحدك. ولما بيرجعوا على السكن كونو بيتكلم مع شيهو بيقوله انه كان قاسي جدا على ميكو والمفروض كان يحترم رغبته اكتر من كده وما يعاملوهوش بقسوة قوي للدرجة دي. المهم بتعدي الايام وبيجي يوم تشجيع الاميرات لفريق البيسبول اللي هيقام خارج المدرسة، ولكن ميكو بيكون مختفي وملوش اي اثر، وبيحاولوا هما الاتنين يدوروا عليه بسرعة علشان يروحوا يلحقوا ويشجعوا بس بدون اي فايدة. ميكو قرر يستخبى علشان ما يروحش معاهم، وبعد فشلهم في التدوير عليه بيقرروا انهم يروحوا ويشجعوا هما ويستعدوا من دون ميكو. والمفاجأة انهم بيلاقوه في غرفة الاقتصاد المنزلي وبيحاول يتقبل الموضوع علشان ما يخليش زمايله يدفعوا الثمن. وفعلا بسبب الاميرات فريق البيسبول بتاع مدرستهم بيكون متحمس جدا وبيفوز بالفعل، والأول مرة بيتفق التلاتة على حاجة وبيقربوا من بعض جدا وبيكونوا أعز أصدقاء. وبيمر الوقت لحد ما بتخلص السنة وبتيجي أجازة الصيف، بس كونه ما بيكونش عايز يرجع للبيت لسبب إحنا هنعرفه دلوقتي. وبيعملوا الأميرات جلسة تصوير أخيرة مدفوعة من قبل مجلس الطلاب، وفي آخر اليوم بنعرف إن شيهو وكونو هيقعدوا في المدرسة وميكو هيرجع على بيته علشان يخلص نفسه من العذاب بتاع الأميرات ده، وكمان علشان يروح ويزور حبيبته. ولما بتبدأ الأجازة كونو بيعرف بالصدفة إن عيد ميلاد شيهو النهاردة، وبيقولوا إنه هيروحوا يشتري له كيكة بالمناسبة الجميلة دي، بس بيتقال على الميكروفون إن في مكالمة عائلية لشيهو ولازم يجي يرد عليها فورا. وبتكون مامة شيهو على التليفون وبتطلب منه إنه يجي علشان يحتفلوا مع بعض، لكن شيهو بيرفض على طول. وكونو بيسمع المكالمة
المكالمة دي كلها وبيكون عارف إن شيهو ده وراه حوار وفي حاجة مزعلاه، ولسبب ما بيحس إنه شبهه جدا لأنه غامض ومحدش يعرف عنه أي حاجة خالص. فكونو بيبدأ يفتح له قلبه ويحكي له عن حياته القديمة، وهنا بنعرف إن بطلنا كونو أهله متوفيين في حادث مؤلم، ومن ساعتها وهو عايش مع عمه. وحقيقة قبوله بعمل الأميرة ده هو الفلوس اللي بياخدها من اتحاد الطلبة، لأنه كان دايما حاسس إنه متقل على عمه في الماديات، والوظيفة بتاعت الأميرات دي بتخليه يكسب فلوس ومش محتاج ياخد من عمه. وبعدها بيسأل شيهو عن مشكلته وسبب رفضه للرجوع للبيت، وساعتها شيهو بيتكلم أخيرا وبيقول لكونو إنه اتربى لوحده مع أمه وما كانش عنده أب أبدا، لحد ما في مرة قابل مدرس الألعاب في الابتدائي وساعتها عرف يعني إيه حب الأب. المدرس كان طيب وحنين جدا، ولكن في مرة من المرات طلب منه المدرس إنه يقابله في الفصل بعد المدرسة، وشيهو كان صغير جدا ومش فاهم أي حاجة خالص، وساعتها حصل اللي في بالكم. مش بس كده، ده كمان عرف إن المدرس ده راح واتجوز أمه ودلوقتي مخلفينه ولد صغير، وعلشان كده شيهو مش بيحب يروح البيت أبدا علشان ما يحتكش بجوز أمه، لأنه كل ما بيشوفه بيفتكر الماضي الأليم ده غير إن المدرس لما اتجوز أمه اهتمامها كله راح للمدرس ده وما بقتش تهتم بشيهو خالص، علشان كده بقى حاسس إنه مش مرغوب فيه برضه. وهنا بنعرف إنه كونو وشيهو فعلا بينهم شبه كبير جدا وأحاسيسهم واحدة. القصة لسه ما خلصتش على كده، ولسه في أحداث تانية كتيرة قوي. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة أنيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس علشان الجزء التاني من القصة ما يفوتكش. أشوفكم قريب. If you leave, baby, let me down slowly, let me down.